يصل وهنا يسري بوزوق، يسري يحاول الهجوم، يتقدم بوزوق، خطيرة بالراس والكرة بالجول. الله، هنالك راية وتسلل، هنالك راية وتسلل، تسلل في الوقت الأخير. أوقات الرجاء هكذا تحضر، أوقات الرجاء دائما تحضر بنفس هذه شوف الكرة، هل كان متسللا؟ هل كان متسللا أم لا في اللقطة الماضية؟ وبالتالي الحكم يشير إلى وجود التسلل وعدم احتساب الهدف الثاني الذي سجله فريق الرجاء. وكيف لنا أن ننسى ذلك الهدف في مباراة الأربعة الشهيرة بين الرجاء والوداد في ذلك الديربي الكبير. نشوف الآن الحكم الذي ينتظر القرار من غرفة الكنترول. أنا قلت قبل شوية أن الكرة ربما فيها شك، هل كان متسللا أم لا؟ القرار سيعود إلى غرفة الكنترول. الحكم المساعد هل استعجل في رفع الراية؟ إذا ما سجل الرجاء سيكون هدف غالي وثمين، هدف غالي وثمين للرجاء إذا ما سجل واحتسب الهدف الحكم العراقي. نشوف نتابع ماذا أشار حكم المباراة. إلى هدف للرجاء، جول 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 للنسور الخضراء. النسور تسجل الثاني في الوقت القاتل، في الوقت القاتل يسجل الرجاء ثاني الأهداف عن طريق بوشعيب عراسي.